سلام، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم طلبيه ديال بسيطات ديال الحوت بطريقه سهله ومبسطه وكذلك سريعه. على بركه الله ناخذ المكونات مع طريقه التحضير. اول حاجه غادي نديرها لتتاخذ الوقت وهي لي شامبينيوار. غادي نخوي عليهم الماء بارد يكون من الروبيني ونخليهم من بين ما نسالي المكونات الاخرى. تاني حاجه غادي نحضروا لا ماريناد اللي غادي نحتاجو فيها قزبر ومعدنوس مقطعين لقطع رقيقه، سكينجبير الابزار، قطريه ديال البسطيله، الشونيه او السودانيه، ضويمات ديال الحوت، ثومه محكوكه، شويه ديال الماء، الزيت، صلصه ديال السمك او صوص نيوكمان، صلصه المحار والقليل من صوص الصوجا. نخلطوا الكل مع بعض ومن بعد تنزيد شويه ديال العصير ديال الحامض. نوضع الكل على النار على درجه الحراره هادئه حتى نتحصلوا على ماريناد وتبخر الماء كامل اللي كنكونوا وضعنا. من بعد ما حيدناها فوق النار تنتحصلوا على هذا الشكل. المرحله الثالثه تنوضعوا شويه ديال الزبده، شويه ديال الزيت والصلصه او الماريناد اللي حضرنا. تنوضع الفرخ، انا هنا عندي سمك ديال الفرخ كيلو الا ربع، قطعته لقطع رقيقه لاني عندي غير بسيطلات صغيورين تنقطعوهم بحجم اللي يكون صغير. بالنسبه للفرخ كنوضعوه في المقلاة غير كتذوب ديك الزبده وكندخلوه للفرن. انما انا هنا كيف قلت لكم غادي نحضرها بطريقه سريعه، فغادي نطيبها غير في المقله هاد الحوت لاني حضرت هاد البسيطلات في الصباح وفي العشيه خصني ضروري كما كتعرفوا رمضان خاصني نحضر الفطور لهذا خصني نسالي بالزربه. كذلك نفس الطريقه غادي نوضعها السيبيا، شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت ولا ماريناد، نحرك الكل مع بعض نوضعهم على نار هادئه مع التحريك المستمر حتى كطيب عندنا هاد السيبيا. نفس الطريقه غادي نوضعها الكروفيت. كنعتذر لانه تحذف لي المقطع ديال الكروفيت. بعد كنوضعوا لي شامبينيون حتى هما بنفس الطريقه، الزبده الزيت ولا ماريناد والكل على النار حتى تيبداو تيطرطقوا، وكذلك دائما مع التحريك المستمر. ونفس الطريقه كذلك الفيرميسال او الشعريه الصينيه. بالنسبه للحوت اي حاجه طيبتها تنوضعها في باسواغ حتى كتقطر، وداك الماء اللي كيتقطر من الحوت وضعته على الشعريه الصينيه تشحر معاها، شحرتها حتى هي بشويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت و لا ماريناد. من بعد تنوضع الحامض مصير مقطع لقطع رقيقه من بعد ما شحرنا الفيرميسيل. كملاحظه كنسلقوا القشور ديال الكروفيت تنصفيوهم في الماء، صفيتهم ووضعت فيهم الفيرميسيل في الاول حتى ارتبط وعاد وضعت ليها هاد المراحل كلها. في فيديو اخر ان شاء الله غادي نحط لكم بسيطلات ديال الحوت بالفلفله مشويه وبزاف ديال الاسرار وبزاف ديال الانواع ديال البسيطلات ديال الحوت متنوعين وبنكهات مختلفه. وكذلك غادي نحضروا بسطيله ميكس وكذلك بسيطلات ديال الخضره كيجيو كذلك زوينين بالنكهات ديال الحوت وما كيكونش فيهم الحوت. كذلك غادي نحضروا بسيطلات بزاف ديال النكهات اللي ما غاديش يخطروا لكم على البال. ما عليكم غير تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد. كنتمنى ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم بالضغط على زر لايك. وان شاء الله جميع الاطباق اللي كنحضروهم في المطعم ولا في الوطيل غادي نحطهم لكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. بالنسبه للحشوه انا قسمتها على جوج على حساب الطلب ديال الكليانه. النصف وضعت ليه الكروفيت هما هاد البسيطلات اللي سبق حضرت، والنصف الاخر وضعته بلا كروفيت. الطلب ديالها كان
بسيطلات صغيورين ميني بالكروفيت والكبار شويه بلا كروفيت. بالنسبه للطريقه ديال تقطع الورقه، تتجمعوا الكميات ديال الورقه اللي عندكم كلها وكتقطعوها بهذه الطريقه، يعني ما تبقاوش تقطعوا كل وحده وبوحدها. انا قطعت الكميه كامله وحتى الاخير عاد تفكرت باللي راني ما صورتش معاكم وبقات عندي هذه الورقه حتى قطعتها معاكم. غادي نعطيكم جوج طرق. الطريقه الاولى ممكن تخدموا بالسيركل، والثانيه اللي سهله ومبسطه تخدموا باي غلاقه عندكم. بالنسبه لحتى الورقه كذلك انا دهنتها كلها ووضعتها في كيس بلاستيكي. دهنوا الكميه ديال الورقه كامله من بعد ما تقطعوها وتوضعوها في كيس بلاستيكي وتبقاو كتجبدوا وتخدموا باش تجيكم طريقه سهله. بالنسبه للشوت ديال الورقه او التقاطع اللي كيبقاو لينا ديال الورقه ديال البسطيله، غادي نحتاجوهم في بزاف ديال الاشياء. غادي نحضروا فيهم بزاف ديال الاشياء اللي غنشرح لكم في الاخير ديال الفيديو، فما ترميوهمش خليوهم. كملاحظه دائما تنستعملوا لي شامبينيون طري بلا ما تستعملوا لي شامبينيون اللي تيكون معلب، لانه كيكون المذاق ديالو ناقص، عكس لي شامبينيون اللي تيكونوا طريين تيعطيو واحد اللذه زوينه بزاف في البسطيله. كيف لاحظتوا انا هنا وضعت كميه قليله ديال لي شامبينيون، ولكن توضعوا كميه لا باس بها، لانه هنا انا السيده طلبات لي كميه قليله بزاف ديال لي شامبينيون لانها ما عندهاش مع لي شامبينيون، لهذا طلبات كميه قليله. بالنسبه للبسيطلات اللي وضع فيهم الكروفيت، وضعت كميه ديال الكروفيت مع الجبن لتحت والكميه الاخرى مخلطه مع الحشوه. اما بالنسبه للطريقه باش كنجمعوا البسطيله هي شارحه راسها. بالنسبه لهذه حتى هي طريقه اخرى تنجمعوها، تنقطعوا ليها داك الجنب وتنخليو غير على شكل واحد المثلث في الاخير، وتنجيبوا ديك الورقه كامله وتنغطيو بها بسيطله من الفوق. بهذه الطريقه كتجي مفينه من الجانبين من هذا الوجه وحتى الوجه الاخر تيجي حتى هو مفيني. هاد الطريقه ديال الغلاقه صراحه بخاتيك. بالنسبه للشيت ديال الورقه، داك التقاطع ديال الورقه اللي كيبقاو ديال البسطيله غادي نستعملوهم في وصفه اخرى ان شاء الله، غادي تكون لذيذه واكيده انها غادي تعجبكم. غنحضروهم بطريقه حلوه ومالحه، وغادي نحضروهم ان شاء الله بطريقه سهله ومبسطه، وصراحه خليها لكم مفاجاه غادي تعجبكم بزاف بزاف. وانا متاكده من اليوم ما غاديش تعاودوا ترميو هذوك لي شيت اللي تيشيطوا من الورقه ديال البسطيله. غادي نحضر بهم 3 اشياء. اول حاجه غادي نحضر بهم مقبله، طبق رئيسي وكذلك تحليه. فما غاديش نحرق لكم المراحل حتى نشوفوهم في الفيديو التالي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات الطلبيه ديال اليوم. بسيطلات صغار فيهم الكروفيت والبسيطلات الكبار بلا كروفيت. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهم، كنحتفظوا بهم في المجمد بهذه الطريقه، كنوضعوهم في العلبه وما بين كل بسطيلات وبسطيلات تنوضعوا كيس بلاستيكي. نغلقوا العلبه باحكام نحتفظوا بها في المجمد الى وقت الحاجه. فاش نحتاجوهم نجبدوهم، ندهنوهم بالزبده والزيت مذوبه مع شويه ديال التحميره، ندخلوهم الفرن حتى كيتحمروا بالصحه والراحه. بالنسبه لهاد البريوات ميكس غادي نخليهم لكم في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.